كل واحد فينا بيجري ورا حاجة، واحد بيدور على فلوس، واحد بيدور على شهرة، وواحد بيدور على راحة البال. والكل ناسي أهم سؤال: هو أنا رايح على فين؟ الطريقين قدامك واضحين، ومفيش أوضح من كلام ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وركز معايا في الجزء ده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك بوضوح إن اللي هيتزحزح ويبعد عن النار ويدخل الجنة هو ده فعلا اللي كسب وفاز. بص بقى، لو انت دلوقتي بتتفرج وبتشوف ناس باعت دينها وباعت نفسها علشان شوية شهرة أو فلوس أو أي حاجة تافهة، اوعى تتمنى تكون مكانهم، لأن كل ده ولا حاجة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ادعي لهم بالهداية وما تتمناش أبدا تكون مكانهم. ادعي لهم وادعي لنفسك بالثبات، وادعي لي معاكم. وخلي دايما في دماغك إن مهما وصلت في الدنيا، عشت فقير ما معكش ولا جنيه، أو عشت مليونير ومعاك فلوس الدنيا كلها وعندك قصور وعربيات، لو ما كنتش بتصلي فروضك وبتعبد ربنا زي ما أمرك وبتبعد عن اللي ربنا نهاك عنه مهما كان مستواك، فأنت خسران. والله زي ما بقولك كده، لأن كل ده ملوش أي قيمة. طبعا كلنا بنغلط وبنقع وبنتوب وبنرجع، الكلام ده ليا قبل ما يكون ليك. بس لو انت بعيد عن ربنا، ساعتها انت اللي اخترت طريقك. وخليك عارف ان اللي بدايته لا ترضي الله، اخره مش هيرضيك انت. طب ما تيجوا نحسبها كده بالعقل، انت هتعيش في الدنيا قد ايه؟ 70 80 90 سنة؟ وممكن اقل من كده بكتير. وفي الاخر مفيش مفر، هتموت هتموت، ويا جنة يا نار. ده الواقع اللي مفهوش هزار. يعني تبيع الآخرة والجنة اللي فيها خلود بلا موت، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، علشان كام سنة بس في الدنيا؟ تغور الدنيا وكل حاجة فيها، سواء فلوس ولا شهرة ولا عربيات ولا أي حاجة تبعدك عن ربنا. لأنك لو مش مهتم بالآخرة وعينك على الجنة، يبقى أنت خسرت كل حاجة. شغل مخك شوية وخلي هدفك الكبير هو الجنة. وانت ماشي في طريقك خليك عايش الدنيا وخد منها اللي ربنا محلله ليك، بس عينك على هدفك الكبير وهو الجنة. وخلي دايما الآية دي محفورة جواك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وربنا يجعلنا من الفائزين.